شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء في قمة خماسية بين مصر والأردن والعراق والكويت وفرنسا، وذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالأردن، وذلك إلى جانب كل من عاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تناولت تطورات وسبل تعزيز مسار التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعهم، وكذا تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة التي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن الوطن العربي والشرق الأوسط على أكثر من صعيد. مساء الخير مشاهدينا، اهلا بيكم معانا النهارده وبنكمل مع بعض حلقتنا ومباشر من مصر، وكل التحيه لزميل محمد الجندي والفقره الاولى. سياده الرئيس بالامس كان في قمه بغداد التي عقدت في الاردن، ومن خلال كلمته الحقيقه السيد الرئيس اكد على اكثر من جزئيه، ويمكن في البدايه عايزه اتكلم على الدلاله السياسيه اللي اشار اليها السيد الرئيس على اعتزامنا مواصله توفير كافه سبل الدعم لدوله العراق الشقيق. ايضا اكد السيد الرئيس على اهميه والعزم على التعاون المشترك ما بين مصر والاردن والعراق. اسمحوا لنا النهارده في هذا السياق نستضيف النهارده الاستاذ علاء طاحون عضو مجلس الشيوخ. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. طيب خليني في البدايه اتكلم عن التعاون الثلاثي اللي اكد عليه السيد الرئيس ما بين مصر والاردن والعراق في كلماته بالامس. هو طبعا احنا بنشكر السيد رئيس الجمهوريه فخامه سعاده الرئيس على هذه المبادره، لان العراق بتعتبر بلد شقيقه مش من النهارده. يعني انا عندي 65 سنه، في السبعينات كده كانت بروتوكول اتعمل هنا في مصر بتوطين عائلات مصريه في العراق، وبرضك هنا بالنسبه للعراق في مصر، واصبحت العراق كانت بتاخد كل المصريين لغايه ما وصل حوالي اكتر من 2 مليون عامل من جميع الفئات، الدكتور والمهندس والمدرس والعامل والمقاول وكانت طبعا عامله ناحيه اقتصاديه وانتعاش هنا في مصر، لان كان كله بيتم بتحويل اللي هو الرواتب بالعمله الصعبه كانت بتيجي في مصر، وهنا كانت طبعا من اهم كانت بتبقى في الناحيه الاقتصاديه والمساهمه فيها. ما هو ده اللي بيحصل حاليا دلوقتي، تحويلات المصريين بالخارج. لا يعني دلوقتي شويه مش بالدرجه اللي هي كانت في الفتره اللي هي من السبعينات للتسعينات لغايه 2000، ولكن فعلا كانت في بنوك متخصصه زي بنك الرافدين اللي هو كان بتاع العراق، كان حضرتك كل تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت بتتم في هذا البنك. تمام. وطبعا العراق كانت بتعتبر من الاشقاء، يعني ما فيش فرق فيها. وانا كان برضك كان جايبين لقاء الاتفاق اللي تمت كان بين رئيس الجمهوريه صدام حسين وهنا في مصر السيد الزعيم الله يرحمه انور السادات، وهم بيوقعوا اتفاقيه في المينا هاوس. تمام. بتاعه توطين العمل دي، فهنا دي موجوده من روابط من زمان. فالنهارده الرئيس لما بدا يعيد ان انا لازم هقف واعمل التنميه في العراق، طبعا مش جاي من فراغ، لان طبعا بيقف مع بلد شقيقه، وكل الدول العربيه بتعتبر مصر هي بلدهم الثاني. فدي طبعا احنا كلنا بنمل ونجل للسيد رئيس الجمهوريه بهذه الخطوه. تمام. الحديث يمكن عن المشروعات المشتركه اللي ما بين الثلاث دول. طبعا المشروعات طبعا اللي هتتم ان شاء الله مصر هتشترك بها في العراق او الاردن، طبعا كلها الاول الاعمار في اعداد بغداد العراق تاني
من ناحيه المعمار. من ناحيه البنيه التحتيه تاني هتعيد تاني في بنائها من جديد. الناحيه الثالثه اللي هي موضوع الكهرباء وبعض الخبرات المتبادله في الصحه والتعليم هترجع تاني للعراق. تمام، يعني حضرتك شايف ان هي دي اهم نقاط لو الاساسيه للمشروعات اللي ما بين الثلاث دول. ما هي طبعا احنا وفي مجال الكهرباء دي من ضمن الحاجات الاساسيه هتبقى في الاتفاقات التعاونيه بين اللي في الاردن وفي العراق. تمام. كيف يمكن ان تدعم مصر دوله العراق الشقيق؟ طبعا هو الدعم هيبقى في النواحي، في جميع النواحي، في زراعه، في صناعه، في التجاره، في اتفاقات دوليه هتبقى اتفاقات ما بين مصر والعراق، في النواحي السياسيه طبعا، ودي طبعا بتتم عن طريق التبادل بين الحكومات وبين المجالس وبين ده كله، هتبقى هنا في برضك من الدعم السياسي. تمام. يمكن السيد الرئيس كمان أكد على جزئية مهمة وهي عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، وطبعا تأكيدا هنا على دولة العراق ودعم مصر بكل السبل لدعم مؤسسات الدولة العراقية. دي طبعا من الحاجات اللي أركز عليها في خامة سيادة الرئيس، إن ما يسمحش لأي حد يتدخل في شؤون العراق إلا مصر، وهو تبنى هذه القضيه، لان طبعا انت هو تاكيده التام على اي دوله كانت حتى ولو مصر. لا، هي اي دوله كانت سواء اجنبيه سواء جديه، لا هي دي الرئيس منحها وقال لك انا ممنوع اي حد مساس في العراق من اي دوله، سواء دوله كده او دوله كده، هو ما حددش يعني سابها مفتوحه، لان طبعا مصر قادره بان هي تعيد اعمار العراق كما كان، احسن مما كانت في الاول. الحقيقه يمكن هي دي سياسه مصر عامه بخصوص اي شان داخلي لاي دوله، هو عدم التدخل في الشؤون الداخليه لاي دوله في الوطن العربي. خلينا هنا نقف كمان عند جزئيه مهمه، هي رفع قدرات مؤسسات الدوله العراقيه، لان مؤسسات الدوله العراقيه يعني حصل فيها الكثير من الانهيار في الفتره السابقه. هنا ايضا تاكيد على دور مصر في دعم هذه المؤسسات ورفع قدرتها مرة أخرى. طبعا هتبقى دي نقطة أساسية طبعا زي ما حضرتك قلتي، بعد الانهيارات اللي تمت في العراق في المرحلة اللي فاتت دي كلها، ولسه هتبني بقى هذه المؤسسات، فلا بد من هنا من استعانة من الخبرة الفائقة والتكنولوجيا الحديثة لبناء العراق من جديد، فهتتم هنا من الخبرات اللي هنا في مصر هتدعمها في كل المجالات. حضرتك سواء عسكريا سواء اقتصاديا، كل ده هيتم من هنا من مصر، وهتبقى طبعا كل ما هو موجود في مصر هيشارك في هذه التنمية كلها في العراق. هل نقدر نقول ان قمة بغداد ممكن تكون النواة الأساسية لاستعادة دولة العراق مرة أخرى؟ طبعا أكيد أكيد، ومش العراق بس، كل الدول العربية هتبقى ان شاء الله هترجع تاني للام الاصل اللي هي مصر. خلينا نروح لملف اخر مشاهدينا. رئيس مجلس النواب امس يطمئن المصريين حول بيع اصول قناه السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه. يمكن دي نقطه مهمه. هي طبعا النقطه دي شغلت الراي العام، وطبعا انت عارفه ان مصر مستهدفه، واللي لعب اللي طلع طبعا مش هنقول فيها اي حاجه، ولكن انا احب نطمن كل المصريين وكل اهلنا في هذا. نبدا الاول هندي نبذه عن قناه السويس. قناه السويس حضرتك بدا الحفر فيها 1859 لغايه 1869، 10 سنين. واللي فحت مصر المصريين ما استعنوش باي حد تاني، وناس فيها ضحوا باعمارهم وضحوا بحاجات كتير لغايه ما تم افتتاح قناه السويس في عهد الخديوي اسماعيل. وعشان كده مصر لازم تبقى قناه السويس ملكا لمصر، لانها تعتبر اهم ممر مائي عالمي، وبتربط بين 3 قارات اللي هي قاره افريقيا وقاره اسيا وقاره اوروبا، بواقع تبادل تجاري
12.5%، يعني بتملك ربع التبادل التجاري على مستوى العالم في هذا المجال. وطبعا ان قناه السويس بتعتبر المورد الاساسي للدوله، ولا يمكن اي مخلوق يمس قناه السويس، لانها طبعا بتخضع بتبقى من اموال العام اللي هو مال الدوله، والقانون والدستور هنا عندنا بينص على عدم بيع قناه السويس. رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة ودي كانت بالأمس قال وأضاف أنه لقد تابعت عن كثب الأخبار المتداولة سواء بالأوساط الإعلامية المختلفة أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناقشة مجلس النواب بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي ينطوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس. وتابع ايضا ذهلني ما رايته وسمعته بالامس من بعض المحسوبين على النخبه المثقفه من ان ما تتضمنه مشروع هذا القانون من احكام تجيز تاسيس شركات لشراء وبيع وتاجير واستغلال اصول الصندوق، والذي يعد على حد وصفهم تفريطا في قناه السويس. بالتاكيد الكلام ده كله طبعا يعني طبعا لان طبعا الصندوق ما هو كل ما انسى الصندوق يبقى احنا هنعرض قناه السويس عشان تتباع عشان تتحط في الصندوق، دي طبعا غير مطلوبه، وما كانش اللي هم الناس اللي هي زي ما قال المثقفين ان يقولوا الكلام ده، لان طبعا لما واحد مثقف يبقى كده ملوش يعني مش فاهم يعني ايه صندوق. طب حضرتك ممكن تشرح لنا اكتر يعني تفاصيل الصندوق، لان طبعا احنا يعني نعلم انه لسه هو مشروع قانون لسه في تفاصيله لسه كلها ولسه ما تمش فيه، ولكن هو الصندوق هيخدم قناه السويس نفسها. ازاي بقى؟ لان ازاي هتبقى هو هيحقق تحقيق التنميه الاقتصاديه المستدامه وتطويرها. يعني ده هيبقى فيه تطوير لموضوع قناه السويس في كل المجالات اللي بتقوم بيها، في تنميه اقتصاديه وفي توسعات اللي بتتم في قناه السويس. وطبعا هتبقى ده تبع الهيئه، وكل اللي عليها هينصب على هيئه قناه السويس، مش هيحط حد فيه في هذا الصندوق، لا هيعمل فيه اكتتاب ولا هينزله البورصه ولا لا، ده خاص بالهيئه نفسها. تمام. بس أنا هنا الكلام عن الصندوق هو صندوق امتداد لقناه السويس، وفي نفس التوقيت قناه السويس هي مال عام لا يجوز لاي شخص التصرف فيه. هي طبعا زي ما انت بتقولي هي مال عام لا يمكن التصرف فيها. يبقى انا النهارده الصندوق هيسمح فيه ان افراد هتشترك فيه او هيئات تانية هتخش فيه او داعي فيه؟ من رابع مستحيل. لازم هيبقى الصندوق كل ما هو تمويل منه هيكون من هيئه القناه للصرف على القناه برضه، لان طبعا لو يعني احنا بنتكلم على مشروع قانون من لاصدار هذا الصندوق من اجل تنميه قناه السويس كمركز اقتصادي. بالظبط. يعني ده من الهدف الاساسي للصندوق. الى اين وصل المشروع حتى الان؟ لا هو لسه المشروع مشروع قانون. لا هو المشروع القانون لسه، وحتى هو رئيس المجلس رئيس مجلس النواب قال ان هو مشروع قانون ولسه ما زال قيد الدراسه. هينزل المشروع للمناقشه وبعد كده نبدا يعتمد، فلسه ما نزلش. فانا اما يبقى ليهم يعني لسه في اي تفاصيل لسه ما في تفاصيل ولسه هينزل وينطرح في المناقشه والحاجات دي كلها. تمام. التمويل والاستثمار ايضا؟ لا، والتمويل والاستثمار هيبقى من القناه من القناه. يعني انا من رايي، انا بديك رايي ان التمويل مش هيبقى من جهات ثانيه، هيبقى من القناه نفسها، من قناه السويس، لان ده هيبقى خاص للمشروعات التنميه اللي هتتم في قناه السويس. زي الرئيس النهارده ما بيجي بيعمل اي مشروع بيبعد عن ميزانيه الدوله. زي مشروع مثلا حياه كريمه ما دخلش في ميزانيه الدوله، عمل الفلوس اللي جت دخلت في هذه المشاريع بعيد عن ميزانيه الدوله عشان ما يرهقش ميزانيه الدوله، وعشان اللي هيستفاد ما يقولش ان المشروع ده عمل تاثير على الشعب في الميزانيه. فنفس الفكره هي بتنعمل هنا في قناه السويس. مشاريع القوانين عاده هي بتمر على مجلس الشيوخ الاول؟ ولا العكس؟ هي العكس، هي بتبقى الاول مجلس النواب وبعدين بتعرض على مجلس الشيوخ
وبعد كده بتنزل بقى الجلسه العامه وتصدق عليها رئيس الجمهوريه. يعني لسه لم تعرض عليكم؟ لا لا لا، هي بتيجي الاول لمجلس او لو يعني في مشاريع لو المجلس عنده زحمه في التشريعات ممكن يجي على مجلس الشيوخ ويدرسه وياخد فيه القرار، وبعدين مجلس النواب، ومجلس النواب يبدا يعده وتنزل لجنه الجلسه العامه وبعد كده التطبيق عليه. تمام. اذا احنا لسه ما زلنا في اطار البحث والمشاورات فيما يخص هذا المشروع. تمام. مظبوط. تمام. طيب يمكن سريعا كده قبل ما نختم فقرتنا، عايزه اتوقف عند بعض المشروعات اللي بالفعل هي مشروعات تنمويه زي مشروع حياه كريمه، والتي يمكن مشروعات مهمه وكان ليها تاثير كبير، ولكن بعيده كل البعد عن موازنه الدوله. طبعا انت حضرتك 60% من القرى النهارده تم فيها حياه كريمه، وكل المشاريع تمت، وكل المشاريع تمت بعيده عن ميزانيه الدوله. طيب. وطبعا هي المشاريع اللي فعلا فيها اولا مراكز الشباب اللي في القرى كلها اتعملت بالكامل في مشروع حياه كريمه. المستشفيات كلها اتطورت على ان في نظام اللي هو التامين اللي هيتعمل، الشامل اللي هيتعمل، فعمل السيستم حتى كمان في المستشفيات اللي كانت وحدات صحيه. توسع في المدارس برضك كان من ضمن المشروعات بتاعت حياه كريمه، عشان طبعا انت عارف عدد السكان بيزيد والتكدس اللي موجود في المدارس، فبدا يعمل مدارس بتاخد ساعه اكتر عشان يقلل الكثافه الطلابيه. ودي برضك كانت من ضمن حياه كريمه بدون المساس لميزانيه الدوله. فكل المشاريع اللي هي خلت القرى النهارده من قرى للحضر بقت كلها كانت قايمه على الاستثمارات بتاعه. وصلنا لغايه فين في حياه كريمه؟ احنا اتكلم بقى على حياه كريمه بالنسبه لعندي، وبالنسبه طبعا في مشاريع ثانيه لسه ما تمتش، لان طبعا انت عارف الحاله النهارده الاقتصاديه واللي حصلت، فبتتم النهارده ببطء شويه. بالنسبه عندي انا الحمد لله ما فيش مشروع بالنسبه للمشاريع اللي تمت عندي بنسبه 95%. الغاز الطبيعي، الصرف الصحي، النت، الميه. بالنسبه للكهرباء عندي الكهرباء النهارده وصلت تعديل في الكهرباء وكل ده بنسبه 45%. الطرق بنسبه 50%. ده المشروعات اللي هي تمت في القريه عندي في محافظه المنوفيه. وطبعا بفضل طبعا فخامه السيد الرئيس، وطبعا ما نسيش مجهود السيد الوزير محافظ المنوفيه بذل معانا مجهود جامد جدا عشان يبقى احنا كقريه تبقى قريه نموذجيه. هايل. انا بشكر حضرتك. شكرا يا فندم. ميرسي يا فندم على وجودك معانا النهارده، الاستاذ علاء طاحون عضو مجلس الشيوخ. ميرسي مره ثانيه. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا مشاهدينا على حسن المتابعه، وان شاء الله بكره اسره جديده وبشكر المستمعين.